السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف الثاني الثانوي، يا رب تكونوا دايما كده بصحة وخير وسعادة إن شاء الله. معادنا النهاردة مع محاضرة حل الواجب الخاص بدرس السرعة والعجلة، وعايزك كده في الحل الواجب بتاعنا تسمي الله وتصلي وتسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعالى نمسك كده مع بعض سؤال سؤال ونبدأ نظبط دنيتنا في مسائل مين؟ السرعة والعجلة. اولا محاضرة مهمة والاسئلة اللي فيها مهمة جدا جدا جدا، وهنمسك سؤال سؤال كده من الملزمة بتاعتنا ونخلص ان شاء الله الواجب بتاع الملزمة بالكامل. بص شباب، في الاول خالص لما بدأنا نتكلم قلنا العد الحركة هو عبارة عن تغير موضع جسم بالنسبة لموضع جسم اخر، وقلت الحركة عندي كم نوعين، لا اما حركة بنسميها حركة انتقالية، لا اما حركة تانية بنسميها حركة دورية. قلنا الحركة الانتقالية هي دايما حركة لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية، والحركة الدورية هي دايما حركة بتبدأ تكرر نفسها بس شرط أساسي على فترات زمنية متساوية. تعالى كده نبدأ مع بعض من أول سؤال. بيقول لك إيه؟ أولا، الحركة التي لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية وأنا مغمض، ليا نقطة بداية وليا نقطة نهاية، يبقى الحركة دي بنسميها حركة إيه؟ انتقالية. 2، الحركة في خط مستقيم. طول ما أنا ماشي في خط مستقيم يا شباب برضك الحركة بتاعتي تسمى حركة انتقالية. طب أبسط أنواع الحركة حركة المقذوفات، يعني لو أنا جبت جسم وحذفته، ولا حركة في خط مستقيم، ولا حركة البندول البسيط. أبسط أنواع الحركة هي دايما الحركة اللي في خط مستقيم، اللي هي الحركة اللي دايما بتكون لها نقطة بداية ولها نقطة إيه؟ نهاية. حركة المقذوفات في بعدين أو بزاوية، لو أنا حذفت جسم، لو أي جسم أحذفه دايما هيكون له نقطة بداية وليه نقطة إيه؟ نهاية، فتسمى بالحركة مين؟ بالحركة الانتقالية. يبقى الحركة التي لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية حركة ايه؟ انتقالية، زي حركة المقذوفات. بقول لي حركة القمر حول الأرض، لو أنا وقفت لحد الكلمة دي يا شباب حلو على طول ولا مغمض حركة دورية. بس تعالى كمل السؤال. عند مراقبته خلال ليلة، هل في ليلة واحدة أنا هقدر ألف لفة كاملة؟ مستحيل. يبقى انا في الحلقه دي هتقلب من حركه دوريه الى حركه ايه؟ انتقاليه، بس المسار اللي انا همشي فيه هيكون مسار ايه؟ منحني. لو انت بصيت كده على القمر هتلاقي القمر بيلف في مسار، بس المسار اللي هو ماشي فيه مسار منحني. يبقى حركه القمر حول الارض ماشي دوريه، بس انا بقول لك في السؤال خلال ليله. هل في ليله كامله انا اقدر اعمل حركه دوريه؟ لا، مش هلحق الف اللفه كامله، اصبح ليا موضع بدايه وليا موضع نهايه. يبقى وانا مغمض هتتقلب الى حركه انتقاليه في مسار مين؟ في مسار منحني. السؤال اللي بعده، كل مما ياتي يمثل حركه دوريه ما حركه دوريه عدا ما عدا كل دول حركه دوريه. تعال نبص. حركه القطر دايما ليه بدايه وليه نهايه، يبقى انتقاليه. حركة الأرجوحة حركة اهتزازية اللي احنا بنقول عليها دورية. حركة الأرض حول الشمس برضك حركة دورية. بندول الساعة برضك دورية، والأرجوحة دي برضك دورية. يبقى مين الوحيد اللي عندي انتقالي؟ ما عنديش غير حركة القطار. بقول لك ايه؟ جسم ينتقل من نقطة إلى أخرى. بص بنتقل من نقطة لأخرى، يبقى ليا بداية وليا نهاية على محيط مسار دائري، مش مشكلة عندي. بدل ليا نقطة بداية وليا نقطة نهاية يبقى أنا مغمض، هي حركة انتقالية. طب بقول لي إيه في السؤال؟ من أمثلة الحركة الدورية حركة، حلو أنا بتكلم على حركة دورية. بقول لي هل سيارة في منحنى؟ السيارة في المنحنى لها بداية ولها نهاية، يبقى دي انتقالية. الأقمار حول الكواكب لا، دي حركة دورية.
طب المقذوفات لها بداية ولها نهاية. طب الكرة في مستوى مائل، يعني ايه كرة في مستوى مائل؟ ادام مستوى مائل اهي، وانا عندي جسم اهو وهيبدأ ينزل، هيبقى ليه برضه ليه موضع بداية وليه موضع نهاية. يبقى الوحيدة اللي عندي هي حركة الأقمار حول مين؟ حول الكواكب. السؤال اللي بعده بقول لك ايه؟ حركة فرع الشوكة الرنانة. الشوكة الرنانة هي حركة اهتزازية، والاهتزازية نوع من أنواع الحركة الدورية. هي حركة اهتزازية تسمى حركة ايه؟ حركة دورية. يبقى يا شباب الحركة بصورة عامة ليها نقطة بداية ليها نقطة نهاية، يبقى انتقالية. حركة الدورية حركة بتبدأ تكرر نفسها بس شرط أساسي على فترات زمنية متساوية. 2. سيادتك الحركة الدورية لو أنا حطيت زمن بس الزمن ده مش هيديني أو مش هيكمل لي دورة كاملة، يبقى وأنا مغمض تتقلب من دورية إلى إيه؟ انتقالية، عشان هيكون ليا موضع بداية وليا موضع نهاية. زي حركة القمر حول الأرض خلال ليلة، حركة الأرض حول الشمس في شهر. ما أنا في شهر مش هلحق ألف لفة كاملة، يبقى تتقلب من دورية إلى مين؟ إلى انتقالية. بعد كده درس السرعة. بص يا ابو الصحاب، قلنا السرعة نوعين. لا اما تعالى فكرك كده بيها، يلا. قلت انا عندي السرعة بتاعتي نوعين. لا اما سرعة بنسميها سرعة عددية اللي احنا بنقول عليها قياسية، لا اما سرعة تانية بنسميها سرعة متجهة. حلو. السرعة العددية هي المسافة، اما السرعة المتجهة هي الازاحة. السرعة القياسية دائما موجبة، اما المتجهة قد تكون موجبة او سالبة. السرعة العددية يلزمها مقدار فقط، بينما السرعة المتجهة يلزمها مقدار واتجاه. ده اللي احنا قلناه، ماشي. بعد كده بما اني بتكلم على سرعة عددية فهي دايما مسافة على زمن. اتكلمت على سرعة متجهة يبقى دايما ازاحة على زمن. تاني، سرعة لا اما عددية لا اما متجهة. السرعة العادية مسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، بينما السرعة المتجهة هي الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن. السرعة العددية دائما موجبة، السرعة المتجهة قد تكون موجبة أو سالبة. السرعة العددية يلزمها مقدار فقط، بينما السرعة المتجهة مقدار واتجاه. سيادتك أي لفظ كلمة عددية أو قياسية فأنت بتتكلم على لفظ مسافة، بينما هنا السرعة المتجهة دايما إيه؟ دايما إزاحة. ده رقم واحد. رقم 2، بص يا صاحبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيادتك يا محترم لما تيجي تشتغل معايا في السرعات العددية والسرعة المتجهة، السرعة المتجهة هبدأ أقسمها لاتنين، لا إما منتظمة ولا إما غير منتظمة. السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع إزاحات، عشان بتكلم عن سرعة متجهة. بينما السرعة الإزاحات متساوية في أزمنة متساوية. بينما السرعة المتجهة الغير منتظمة أو المتغيرة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم إمتى؟ قال لي عندما يقطع إزاحات متساوية في أزمنة غير متساوية، أو إزاحات غير متساوية في أزمنة متساوية. ده الفرق ما بين السرعة العادية والسرعة مين؟ السرعة المتجهة. سيادتك لما نيجي نتكلم ونبدأ نقول واحدة واحدة هنا وصحصح معايا في أسئلة السرعة. بص يا شباب، من الخط المستقيم المار بنقطة الأصل
والذي يمثل علاقة إزاحة وزمن على المحور الرأسي، إزاحة على المحور الرأسي وزمن على المحور الأفقي. نقط. أنا قلت لك في السؤال يا أبو الصحاب خط إيه؟ خط مستقيم. يبقى بما إني بتكلم على خط مستقيم وعامل لي علاقة إزاحة وزمن، عامل لي في السؤال علاقة إزاحة وزمن، وأنا بتكلم على خط مستقيم، يبقى أنا بتكلم على سرعة. بما إنها سرعة منتظمة، يبقى أنا بما إنها خط مستقيم، إذا السرعة اللي عندي دي سرعة إيه؟ سرعة منتظمة. 2. بقول لك إيه؟ النسبة بين الإزاحة الكلية إلى الزمن الكلي. إزاحة كلية وزمن كلي، يبقى أنا بتكلم على لفظ يسمى بالسرعة المتوسطة. ما أنا عندي السرعة المتغيرة ممكن أقولها في لفظين، لا إما أقول سرعة لحظية، لا إما أقول سرعة متوسطة. السرعة اللحظية هي الإزاحة الكلية مقسومة على الزمن الكلي، يبقى إزاحة كلية وزمن كلي، يبقى وأنا مغمض بتكلم على سرعة مين؟ سرعة متوسطة. تعال بص على السؤال اللي بعده. عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة 20 تكون سرعته بعد أن يمضي ساعة. كلمة سرعة منتظمة يعني السرعة ثابتة بمرور الزمن. سرعتها 20 بعد ساعة تبقى بكام؟ برضه ب 20. حلو، يبقى السرعة المنتظمة سرعة ثابتة ما بتتغيرش. سؤالي، والسؤال ده حلو، بقول لك ايه في السؤال؟ تعتبر متر لكل ثانية هي وحدة قياس مين؟ سؤال حلو. هو متر لكل ثانية دي مش وحدة قياس السرعة؟ طب ما تيجي تعرف السرعة كده، هي الإزاحة المقطوعة لكل وحدة زمن، أو الإزاحة لكل وحدة زمن. هل السرعة معناها إزاحة في زمن؟ لا طبعا. بص فهمني في السؤال. أنا بقول لك في السؤال تعتبر متر لكل ثانية وحدة قياس مين؟ فأنت قلت لي وحدة قياس مين؟ السرعة. أنا هنا بقى بسألك على التعريف، بس جبته لك بصورة تانية. عرف السرعة كده، هي الإزاحة المقطوعة لكل وحدة زمن، أو المعدل الزمني للتغير في الإزاحة. طب السؤال هنا، هل السرعة إزاحة في زمن؟ طبعا لا. هل السرعة سرعة في زمن؟ طبعا لا. هل السرعة هي الإزاحة لكل وحدة زمن؟ دي بالتأكيد. بالتأكيد السرعة هي الإزاحة لكل وحدة مين؟ لكل وحدة زمن. هل السرعة هي السرعة لكل وحدة زمن؟ لا. السرعة لكل وحدة زمن ده يا صاحبي ده كده بنقول عليه العجلة. يبقى الإجابة الصح مين؟ إزاحة لكل وحدة زمن. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ المعدل الزمني للتغير في الإزاحة عند لحظة معينة. حلو. المعدل الزمني للتغير في الإزاحة دي سرعة، فأنا قلت لك عند لحظة معينة، يبقى أنا بتكلم على سرعة لحظية. إيه هي السرعة اللحظية؟ هي سرعة الجسم عند لحظة معينة. يبقى وأنا مغمض، يبقى بما إنه قال لي عند لحظة معينة، فأنا بقول له دي سرعة إيه؟ سرعة لحظية. السؤال اللي بعده، أي الأجسام يكون في وضع اتزان؟ كلمة اتزان يعني جسم ساكن. أنا عايز مين في دول جسم ساكن؟ تعال بص يا صاحبي. إيه ده؟ والله دي سرعة ودي زمن، يبقى أنا بتكلم على عجلة. خط مستقيم يبقى عجلة منتظمة. إيه ده؟ متر وزمن، يبقى أنا بتكلم هنا مسافة وزمن، بتكلم على سرعة. سرعة وخط مستقيم بادئ من الصفر، يبقى سرعة منتظمة. ايه ده؟ مسافة وزمن؟ وهنا المسافة ثابتة ما اتغيرتش، يبقى انا بتكلم على جسم ساكن. ايه هو الجسم الساكن؟ جسم الازاحة بتاعته ثابتة ما اتغيرتش،
يبقى انا بتكلم على سرعه تساوي صفر. يعني هنا جسم في حاله اتزان. ايه ده؟ عجله وزمن، وهنا العجله ثابته، يبقى دي عجله منتظمه. انا بسأل على الجسم الساكن. مين الجسم الساكن عندي؟ ما عنديش غير الشكل ده. يبقى الجسم الساكن مسافة وزمن وخط موازي لمحور الزمن عندي. بقول لك ايه في السؤال؟ في العلاقة ازاحة وزمن يمثل الجسم الساكن بخط نقط. يا عم لو انا عايز اعمل جسم ساكن اهو، ازاحة وزمن. جسم ساكن يعني الازاحة ثابتة ما اتغيرتش، يبقى ده خط مستقيم موازي لمحور الزمن. ده خط مستقيم موازي لمحور مين؟ موازي لمحور الزمن. السؤال اللي بعده. تعالى كده يا صاحبي وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لك ايه بقى في السؤال؟ يتحرك جسم في خط مستقيم. وصحصح بقى من اول الاسئله دي كده، ودايما حطها حلقه في ودانا ان احنا بنحل او بنجمع افكار، ما بنحلش مسائل. بمعنى يا مستر ما تاخدش المساله ديت ان هي خلاص هي المساله دي، انا ممكن اجيب لك ده واغير لك الفكره بتاعته. بمعنى احط لك نفس السؤال بنفس كل حاجه بس اقلب لك فيه حاجه صغيره. فانا عايزك وانت ماشي تجمع افكار معايا. بمعنى ايه تجمع افكار؟ مثال زي سؤال 8 ده بيقول لي ايه؟ يتحرك جسم في خط مستقيم مسافه مقدارها دي بسرعه مقدارها في، ثم يتحرك مسافه مقدارها 4 دي بسرعه 2 في. تاني بقول لي ايه؟ على هادي كده واحده. بقول لي انا عندي جسم ماشي في خط مستقيم، قطع مسافه مقدارها دي وفي زمن مقداره تي. بعد كده انا اسف، ده هو مش دي. قطع مسافة مقدارها دي بسرعة مقدارها في. بعد كده مشي مسافة 4 دي بسرعة 2 في. وسؤالي بيقول لي أوجد السرعة المتوسطة. هو في السؤال هنا عايز ايه؟ السرعة مين؟ المتوسطة. تعالى يا صاحبي وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السرعة المتوسطة تساوي إزاحة كلية على زمن كلي. بمعنى ايه؟ بمعنى يا ابو الصحاب، انا الجسم بتاعك اهو، انا ماشي في خط مستقيم، مشيت دي كانت سرعتي في، مشيت 4 دي بسرعة 2 في. فانا بسأل السؤال ايه السرعة المتوسطة؟ كتبت القانون. السرعة المتوسطة هنا ازاحة كلية. ماشي، الازاحة كلها بكام؟ انا مشيت ايه؟ دي، ومشيت كمان ايه؟ 4 دي. يبقى المسافة اللي انا مشيتها كلها 5 دي. على الزمن. هل المسألة دي فيها زمن؟ لا فيها الزمن. محدش يقول لي 1 و2 دي سرعتي اللي تتضرب في معاميعك. سيادتك انا بسأل سؤال، هل المسألة دي فيها زمن؟ قال لي لا ما فيهاش زمن. طب الزمن يتحسب ازاي؟ مش انت عندك مثلث السرعة ازاحة على زمن؟ الزمن بيساوي ايه على ايه؟ الزمن المثلث ده ازاحة على مين؟ ازاحة على السرعة. فانا هعمل ايه؟ فانا زي الشاطر كده هروح هحسب. اثبت كده عشان نطلع لون حلو.
هروح جاي ماسك الجسم اهو. اول حاجه اجيب الزمن بتاع الفتره دي. زمن الفتره دي، الزمن بيساوي ايه عليها تانية ثانوي؟ بيساوي ازاحه على سرعه. يعني واحد على الواحد فيها الواحد اهو. يعني اكني بقول له كده، اكني بقول له عندي دي على في. طب وهنا هجيب زمن ده، الزمن بيساوي ايه على ايه؟ بيساوي ازاحه على سرعه. 4 على الاتنين فيها الاتنين، يبقى الزمن هنا ب2 دي على في. انا عايز الزمن الكلي، هنا 1 وهنا 2 3 اهو 3. تاني كده تاني. سألني في السؤال اوجد السرعه المتوسطه، فانا قلت له السرعه المتوسطه ازاحه كليه على زمن كلي. طب انا عايز احسب الازاحه الكليه. الازاحه الكليه انا مشيت دي ومشيت 4 دي، يبقى انا كل اللي مشيته كام؟ 5 2. عايز الزمن الكلي، مفيش في المساله زمن كلي، هحسب زمن كل فتره لوحدها. فانا بقول له الزمن ايه على ايه؟ ازاحه على سرعه. ازاحه على سرعه 1 على الواحد فيها الواحد اللي هي دي على الفي يعني. وهنا هقول له ازاحه على سرعه، هقول له والله 4 على الاتنين فيها الاتنين. طب انا عايز الزمن كله، هجمع الزمن هنا 1 وهنا 2 يبقى بكام؟ ب3. واطير الدي مع الدي، مقام المقام ايه؟ بسط. دي 5 على 3 ايه؟ في. يبقى دي السؤال بتاعك اجابته تطلع 5 على كام؟ 5 على 3. السؤال اللي بعده بقول لك ايه في السؤال؟ يتحرك او سيارة تتحرك على طريق مستقيم، فقطعت ثلث المسافة بسرعة 25 كيلو متر لكل ساعة، وباقي المسافة بسرعة 75. أنا عايز أحسب السرعة المتوسطة التي يتحرك بها السيارة. تعالى باشا. نعم. بقول لك إيه في السؤال؟ نفس فكرة السؤال اللي فات. أنا ماشي في طريق مستقيم، قطعت تلت المسافة. قطعت ايه؟ تلت مين؟ تلت المسافة. قطعتها وانا ماشي بسرعة كام؟ بسرعة 25. وبعد كده قطعت باقي المسافة. لما انا مشيت تلت المسافة فضل قد ايه من المسافة؟ فضل تلتين. ما انا مشيت في الاول كام؟ هو قال لي ايه؟ تلت. يبقى انا مشيت هنا قد ايه؟ تلتين. مشيت هنا ايه؟ تلتين المسافة. كانت سرعتي بكام يا صاحبي؟ ب75 كيلو متر لكل ساعة. فأنا يا محترم لما أجي أجيب السرعة المتوسطة، السرعة المتوسطة هي عبارة عن إزاحة كلية على زمن كلي. تاني، لو عايز اجيب السرعه المتوسطه ازاحه كليه على زمن كلي، سؤالي هل عندك الازاحه الكليه؟ انا مشيت تلت ومشيت تلتين، يبقى كل اللي انا مشيته كام؟ ايه ده؟ تلت وتلتين يبقى بكام؟ بواحد. صحيح. انا عايز الزمن الكلي. اولا المساله ما فيهاش زمن، ما اعمل ايه يا عم؟ تعالى نحسب الزمن بتاعي. احسبه ازاي؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا صاحبي، بقول لي ايه في السؤال؟ سيادتك لسه قايلين مثلثنا اهو من شويه، السرعه هي ازاحه على زمن. لو عايز احسب اي زمن هقول له ازاحه على سرعه. تعالى نجيب زمن ده لوحده ونجيب زمن ده لوحده ونجمع الازمنه. الزمن هنا يساوي مين على مين؟ يساوي ازاحه على سرعه. تلت على 25 تديك 1 على 75. طلع عليتنا اهو. سيادتك هتقول لي والله تلت على 25
يساوي طلع 1/75. يبقى زمن الفترة ده ب1/75 زائد. تعال نجيب زمن ده لوحده. الزمن ده تلتين على 75. تلتين على 75 يعني 2/225. تعال نحلها كده اهو. 2/3 على 75 تساوي 200. 2/225. يبقى الزمن هنا ب2/225. انا جبت زمن الفترة دي وجبت زمن الفترة دي، اجمع الازمنة على بعضها. طب ما دي نجمعها ونكتبها على الآلة. هقول له والله على آلتي كده 1/225 على 1/75 زائد 2/225 تساوي. طلع معايا ب45. يبقى انا هكتب والله هنا بتساوي 45. يبقى الإجابة عندي تطلع بكام؟ تطلع معايا ب45. السؤال اللي بعده. تعالى نمسك واحدة واحدة كده ونقول يمثل الشكل المقابل حركة شخصين بسرعة منتظمة فأي من هذه العبارات الآتية صحيح. بص يا صاحبي، عندي هنا علاقة حلوة مش صعبة. بقول ايه؟ عندي واحد اسمه هاني وواحد اسمه علي، والسؤال عندي مين فيهم بدأ حركته الأول؟ لو انت جيت تبص على مين بدأ الحركة الأول هتلاقي هاني بدأ حركته قبل علي. ليه بقى؟ هاني بدأ عند الزمن كان بصفر، وعلي مثلا بدأ بعده بثانيتين. حلو. أنا عايز أشوف مين فيهم أسرع. هيعمل 2. والله طول ما في رسم بياني هيعمل 2، لا فرق صادات على فرق سينات لا تنزوايا. وريح دماغي. سيادتك فرق صادات على فرق سينات حط أرقام 0 1 2 3 4 واحسب. أو سيادتك بالزاوية بتاخد محور أفقي وتعمل زاويتك. الزاوية يا مستر كل ما الزاوية تزيد كل ما الميل يزيد فكل ما السرعة تزيد. بمعنى لو تعالى نبص كده على علي زاويته اهي. تعالى نبص على هاني ادي زاويته اهي. هلاقي زاوية علي اكبر من زاوية هاني. الزاوية بتاعتي هنا زاوية كبيرة، فلما ابص على الزاوية دي زاوية كبيرة يبقى علي اسرع من هاني. يبقى اذا علي اسرع من هاني. جبتها ازاي؟ تاني جبتها ازاي؟ بص كده ادي الزاويه بتاعت علي. طب وده هجيب زاويته ازاي يا مستر؟ اعمل محور افقي كده وده الزاويه بتاعته. مين فيهم اكبر زاويه؟ اللي اكبر زاويه هو اكبر مين؟ اللي اكبر زاويه هو اكبر مين؟ اكبر مين؟ هلاقي هنا ان علي زاويه الخط بتاعته كبيره يعني سرعته كبيره، وهاني زاويته قليله فسرعته اقل. يبقى علي اسرع من مين؟ اسرع من هاني. طب تعالى نشوفها. هل الاتنين بدأوا الحركة مع بعض؟ هل علي بدأ حركته قبل هاني؟ لا. هل تتساوى سرعة علي وسرعة هاني؟ طبعا لا. هل هاني له سرعة أقل من علي؟ مع علي أسرع من هاني يعني هاني سرعته أقل من مين؟ أقل من علي. سيب السؤال ده اشطب عليه دلوقتي. سؤال رقم 11. انتوا مش احسن مني والله يا عم. سهر الليالي. السؤال اللي بعده بقول لك ايه؟ يوضح الرسم البياني المقابل حركة جسمان A و B
فيكون النسبة بين سرعتهما، والله يا باشا طول ما في علاقات بيانية يبقى وانا مغمض مش هفكر، هعمل اتنين، لا زوايا لا فرق صلات على فرق سنان. امتى اقول زوايا؟ لما يدينا ارقام او ما يكونش في عندي هنا ارقام على المحاور. هنا لو بصيت هلاقي هنا في ارقام على المحاور، يبقى خلاص هقول له فرق صلات على فرق سنان. هروح اجيب سرعة ايه الاول. ايه مشي كام متر؟ مشي 3 اهو، على خدهم في كام ثانية؟ خدهم في تي واحدة، يعني بواحد، يعني سرعته ب3. تعال نبص على البي بص المسافة اللي هو مشيها، مشي ب2 متر، خدهم في كام ثانية؟ خدهم في 3 ثواني. فأنا هقول له والله سرعته 2/3، يبقى بي بيساوي 2 على كام؟ على 3. يبقى تاني بص يا باشا، انا جيت قلت لك هنا انا عايز احسب سرعه ايه، فالسرعه هي مسافه على زمن. فانا اروح اشوف الايه مشي كام متر اهو، محور الازاحه اهو، ببص عليه لقيته مشي 3 دي، وهنا خدهم في كام ثانيه؟ لقيتهم خدهم في ثانيه واحده، يبقى اقول له 3 على 1 فيها 3. بعد كده هروح ابص على البي، ابص على البي كده، البي لقيته ماشي 2، ببص على الزمن لقيته 3، يبقى والله اقول له سرعة البي هي 2/3. يا صاحبي اخويا ابص على ايدك ما تألفش، انا مديك ارقام، فانت دي محور ازاحة اقول له ازاحة على زمن، البي نفس الكلام اقول له ازاحة على زمن. يبقى والله لو انا عايز في ايه على في بي هقول له والله الفي ايه ب3 والفي بي 2/3، مقام المقام بسط، يبقى تديك في ايه على في بي تساوي 9/2، 9/2. السؤال اللي بعده، بيقول ايه في السؤال؟ يتحرك جسم من السكون فيستغرق زمن ت ليقطع مسافة مقدارها دي، فإذا استغرق الجسم زمن مقداره 3 ت فإنه يقطع مسافة مقدارها نقط المسافة الأولى. بص يا باشا، بقول لك ايه في السؤال؟ انا هبدا حركتي من فين؟ من السكون. خدت زمن مقداره كام؟ T1 عشان امشي مسافه مقدارها كام؟ دي. يبقى تاني انا جيت قلت لك مشيت مسافه دي في زمن T، فبسألك سؤال، ايه هو السؤال؟ فإذا استغرق زمن قدره 3 ت، لو أنا هاخد زمن مقداره 3 ت همشي مسافة قد إيه من المسافة الأولى؟ فالسؤال هنا ناقص حتة صغيرة، هل أنا ماشي بسرعة منتظمة أو غير منتظمة؟ لو أنا همشي بسرعة منتظمة يبقى أنا هنا السرعة ثابتة، فلما الزمن يزيد للضعف على طول المسافة تزيد للضعف. تاني، لو الزمن زاد 3 أضعاف يبقى المسافة تزيد 3 أضعاف. أنا بسأل هنا، بس أنا المفروض كنت جسم يتحرك من السكون بسرعة منتظمة فاستغرق زمن تي عشان يقطع مسافة دي، فإنه يستغرق زمن كام تي عشان يقطع مسافة قدرها المسافة الأولى. لو أنا دلوقتي قلت إن السرعة دي سرعة منتظمة، لما الزمن يزيد 3 أضعاف وأنا مغمض الإزاحة هتزيد كام ضعف؟ برضه 3 أضعاف. يبقى أنا هنا لو قطعت دي
فإنه يستغرق مسافة نقط مقدارها نقط المسافة الأولى. هقول له 3 أمثال المسافة الأولى. السؤال اللي بعده بقول ايه؟ الشكل المقابل يتحرك جسميا A و B، لذا يكون مين فيهم أكبر سرعة؟ يا صاحبي نعم. بص على زاوية البي وبص على زاوية الايه. تاني بص على زاوية البي وبص على زاوية الايه. مين فيهم أكبر زاوية؟ الايه أكبر زاوية أهو، نكتبها. والله هقول له زاوية الايه أكبر من زاوية البي، يبقى وانا مغمض الزاوية أكبر يبقى الميل أكبر، يبقى ميل الايه أكبر من ميل البي. الميل كبير يبقى إذا سرعة الايه أكبر من سرعة البي. تاني الزاوية كبيرة يبقى الميل كبير، يبقى السرعة كبيرة. يبقى هقول له والله سرعة ايه أكبر من سرعة بي، يبقى وانا مغمض سرعة الجسم ايه أكبر من سرعة الجسم بي. زاوية كبيرة يبقى الميل كبير، يبقى السرعة كبيرة. السؤال اللي بعده بقول لك ايه في السؤال؟ يتحرك شخص حول حديقة في مسار دائري. أنا ماشي في مسار دائري ماشي، بعد أن تجاوز نصف المحيط ماشي مش نص دوري، تكون النسبة بين مقدار السرعة المتوسطة العددية ومقدار السرعة المتوسطة المتجهة. يعني إيه أصلا نسبة؟ يعني شرطة كسر. النسبة بين مين؟ بين السرعة العددية والنسبة بين مين؟ يبقى سرعة متوسطة متجهة. هو اللي قال أهو يا محترم. السرعة العددية بتتكلم على مسافة والسرعة المتجهة بتتكلم على إزاحة. يبقى السرعة العددية بتتكلم على مسافة والسرعة المتجهة بتتكلم على إزاحة. واحنا عارفين ان المسافة دائما اكبر من الازاحة لو انا بتحرك في مسار دائري. دائما المسافة اكبر من الازاحة. دايما المسافة اكبر من مين؟ من الازاحة لو انا بتحرك في مسار ايه؟ دائري. طب لما اقسم كبير على قليل يديك على طول وانت مغمض اكبر من الواحد الصحيح. يبقى تاني هو عايز نسبة، فانا بقول له شرطة كسر بين مين ومين؟ قال لي ما بين مسافة، انا اسف، بين سرعة عددية وسرعة متجهة. السرعة العددية يبقى مسافة، السرعة المتجهة يبقى إزاحة. بتحرك في مسار دائري إذا المسافة أكبر من الإزاحة، يبقى كبير على قليل يديك أكبر من الواحد صحيح. فأنت راجل محترم وفاهم الكلام ده وفاهم إمتى المسافة تساوي الإزاحة؟ لما أمشي في خط مستقيم، مش بس كده، واتجاه واحد. إمتى المسافة تساوي الإزاحة؟ لما أمشي في خط مستقيم واتجاه واحد. السؤال اللي بعده نفس السؤال برضه. إذا تحرك جسمي في مسار منحني ماشي، تكون النسبة بين السرعة المتوسطة العددية. يا عم أنا قلت لفظة عددية يبقى بتكلم على مسافة، وسرعة متوسطة متجهة. يا عم أنا قلت سرعة متجهة يبقى برضه بتكلم على إزاحة. طب وأنا ماشي في مسار منحني إذا المسافة أكبر من الإزاحة. إذا وأنا مغمض تبقى أكبر من الواحد الصحيح. بقول لك إيه في السؤال؟ تحرك شخص على محيط مربع طول ضلعه 60 متر فأكمل دورة كاملة في زمن قدره 120 ثانية، تكون السرعة المتوسطة. بص بقى يا باشا، أنا هنا محددتش
هل انا عايز السرعة المتوسطة العددية ام السرعة المتوسطة المتجهة؟ حلو. المفروض كنت اكتب لك هنا تكون السرعة المتوسطة العددية، او اقول لك السرعة المتجهة، فكنت لازم احدد. فتعالى نكتبها هنا ونسأل نفسنا سؤال: فأكمل دورة كاملة في زمن قدره 120، فيكون السرعة المتوسطة المتجهة. نحط الكلمة دي معلش في الملزمة عندنا يا شباب. تكون السرعة المتوسطة ايه؟ المتجهة. بما انك يا صاحبي عملت دورة كاملة والسرعة المتوسطة المتجهة هي بتتكلم على إزاحة، بتتكلم على إزاحة على زمن، يبقى وانا مغمض ازاحتي في الدورة الكاملة بصفر. صفر على اي حاجة، يبقى وانت مغمض سرعتك المتجهة او السرعة المتوسطة المتجهة بكام؟ بصفر. انا كنت لازم اقول لك تكون السرعة المتوسطة، حلو، تكون السرعة ايه؟ المتوسطة المتجهة. او لو قلت في الامتحان تكون مقدار السرعة. كلمة مقدار السرعة يبقى انا بتكلم على سرعة عددية. مقدار السرعة بس بتكلم على سرعة مين؟ بتكلم على سرعة عددية. في الحالة دي لو هي سرعة عددية هتقول لي مسافة كلية على زمن كلي. أنا مشيت على محيط مربع، يعني مشيت 60 60 60 60، يبقى أقول له 4 في 60 على الزمن الكلي اللي عندي. يبقى أنا هنا سرعة متوسطة متجهة، يبقى أنا على طول إزاحة على زمن. أنا عملت دورة كاملة، يبقى الإزاحة عندي بكام؟ عندي بصفر. السؤال اللي بعده بقول لك إيه؟ في الشكل المقابل تكون النسبة بين سرعة A على سرعة B. يا صاحبي قلت لك طول ما في رسم بياني لا إما في أرقام يبقى فرق صادات على فرق سينات، لا إما في زوايا فأقول له تان سيتا. تعال نشوف زاوية A ب 30. تعال نشوف زاوية B. بص الزاوية كلها يا صاحبي، كل ده 30 و30 كام؟ 60. يبقى زاوية ايه؟ فهقول له تان 30 على زاوية بي 30 و30 كام؟ 60. يبقى اقول له تان 60. يبقى اقول له تان 30 على تان 60. تعالى نحسبها على الآلة. تان 30 على تان 60 تساوي فيها الواحد على التلاتة. يبقى تاني كده معايا هيعمل 2 رسومات البيانية بصورة عامة، لا أرقام لا زوايا. أرقام فرق صادات على فرق سينات، لا زوايا أقول له تان سيتا. بس الزاوية دايما باخدها لحد المحور الأفقي. أدا الإيه؟ أدا الزاوية بتاعتها، وأدا البي أدا الزاوية بتاعتها. فأقول له تان 30 وهنا تان 60. يبقى أقول له تان 30 على تان إيه؟ على تان 60. تعالى السؤال اللي بعده. بقول إيه في السؤال؟ بقول ايه؟ يعدو شخص في مسار مستطيل، واحد بيجري يعني في مسار مستطيل، ابعاده 50 و40. عندي مستطيل اهو، واحد بيتحرك على مستطيل ابعاده 50 و40، فاكمل دورة كاملة. عمل دورة كاملة في زمن كام ابو الصحاب؟ 100 ثانية. فان السرعة المتوسطة له تساوي السرعة المتوسطة. تعالى نقول لك ان دي سرعة متجهة. بما انك عملت دورة كاملة اذا السرعة المتجهة تساوي صفر. يبقى وانا مغمض عملت دورة كاملة يبقى السرعة اهو، فاكمل دورة كاملة. عملت دورة كاملة يبقى السرعة المتجهة بتاعتك بتساوي ايه؟ فان السرعة المتوسطة له سرعة متجهة تساوي ايه؟ وانا مغمض هتساوي مين؟ هتساوي صفر.
السؤال اللي جاي ده حلو، بس دي تقريبا على جزئية كانت موجودة عندنا. تعال نشوفها. ماشي. صلى الله على رسول الله. بقول لك ايه السؤال ده؟ سؤال حلو برضه. مشى طالب بسرعة منتظمة مقدارها 1 لمدة 10 دقائق. يبقى تعالى نكتبها. بقول لك ايه صاحبي؟ الراجل ده مشي، بقول ايه؟ الراجل اللي عندي ده مشي قد ايه؟ مشي بسرعة منتظمة مقدارها كام؟ مقدارها 1. خدها في كام دقيقة؟ في 10 دقايق. يبقى ماشي بسرعة منتظمة مقدارها 1 متر لكل ثانية. مشيها في كام دقيقة؟ مشيها في زمن مقداره 10 دقائق. ماشي. بعد كده ثم جرى بسرعة منتظمة. بعد كده الباشا ده طلع يجري بسرعة منتظمة مقدارها كام يا صاحبي؟ مقدارها 4 متر لكل ثانية لمدة 5 دقائق. يبقى الراجل ده جري بسرعة مقدارها 5 متر لكل ثانية في زمن قدره 4 دقائق. ماشي. فإن السرعة المتوسطة له خلال 15 دقيقة. أنا عايز السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة قانونها إزاحة كلية على زمن كلي. ماشي. السرعة المتوسطة أنا عايزها خلال كام دقيقة؟ 15 دقيقة. ده هو هنا في السؤال السرعة ب4 والزمن بكام؟ ب15. يبقى هنا السرعة هي اللي ب4، السرعة هي اللي ب4، السرعة هي اللي ب4 والزمن هو اللي ب5. ماشي. بقول لك ايه يا صاحبي؟ نقرا سؤال تاني. شخص ماله يا عمنا؟ ماشي سرعته 1 متر لكل ثانية، مشيها في 10 دقايق. بعد كده الباشا طلع يجري بسرعة 4 متر لكل ثانية في زمن قدره 5 دقائق. أنا بسأل سؤال، عايز السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة هي إزاحة كلية على زمن كلي. ماشي يا صاحبي، تعال نبص. هل عندي الزمن كلي؟ هو عايز الزمن خلال 15 دقيقة. ناقصك مين؟ ناقصك تحسب ايه؟ تحسب الإزاحة. هحسب الإزاحة دي لوحدها، هشوف هنا مشي كام متر، واحسب الإزاحة دي لوحدها اشوف مشي كام متر، واجمعهم على بعض. هي الإزاحة بتساوي يا صاحبي؟ بتساوي سرعة في زمن. طب تعالى، سرعتي كانت ب1 في الزمن ب10، بس ما تنساش انه 10 دقايق. من دقيقة لثانية اضرب في 60. يبقى اقول له 10 في 60 ب 600 متر. طب وهنا نفس الكلام، الإزاحة بتساوي سرعة في زمن. هنا 4، سرعتي ب4 في 5، بس برضه 5 دقيقة. الدقيقة ديت أو 5 دقيقة، بس أضرب الدقيقة دي في كام؟ في 60. يبقى 4 في 5 ب20. 20 في 60 نزل صفرين، 2 في 6 ب12، يعني 1200. يبقى الإزاحة هنا بكام؟ ب1200. أنا بقى عايز أحسب السرعة المتوسطة. فأنت بتقول لي إزاحة كلية، إزاحة كلية 600 و1200. والله يا مستر 600 و1200 يبقى 1800 على
الزمن انا عايزه خلال 15 يا صاحبي، دي 15 دقيقة. يبقى اعمل ايه؟ اضرب في كام؟ اضرب في 60. يبقى اطلع آلتي اهو الحلوة. احنا قلنا عشان احسب السرعة المتوسطة، فانا هقول له اتحرك بقى معايا خليكي محترم. وبعدين اغزي الشيطان، يلا ها، سمي الله، بسم الله بسم الله. يا بنت اللذينة اثبت يعني، ماشي زي ما هي كده مش مهم. قلنا انا مشيت 600 زائد مشيت 1200 على 15، بس دايما الدقيقة تتحول لثانية، من دقيقة لثانية اضرب في كام؟ اضرب في 60 تساوي 2. تعالى بقى يا صاحبي ونسأل نفسنا سؤال. يبقى تاني كده السؤال بيقول لك ايه؟ انا مشيت بسرعة 1، مشيت كام دقيقة؟ 10. بعد كده مشيت بسرعة 4، كام دقيقة؟ 5. فسؤالي ليك انا عايز احسب السرعة المتوسطة، فانت بتقول لي السرعة المتوسطة ازاحة كلية على زمن كلي. هل انا عندي الازاحة الكلية؟ لا. تعال نشوف. الازاحة بتساوي سرعة في زمن، يبقى 1 في 10، بس ده دقيقة ضربتها في 60. الازاحة سرعة في زمن 4 في 5، بس ضربتها في 60. وانا مغمض اعمل ايه؟ اجمع المسافة كلها. مشيت 600 ومشيت 1200، يبقى مشيت 1800 على الزمن الكلي. انا بقول لك خلال 15 دقيقة، يبقى الدقيقة تتحول لثانية، يبقى اضرب 15 في 60. طلعت معايا الاجابة بكام؟ ب2. السؤال اللي بعده. ده سؤال على العجلة، هنخليه في درس العجلة. ماشي. بقول ايه في السؤال؟ الشكل البياني المقابل يوضح تغير الازاحة بمرور الزمن عند رسمها بنفس مقياس الرسم بجسمين A و B. بدأ حركتهما من السكون، فتكون النسبة، أنا عايز النسبة بين سرعة VA على VB. صلى على رسول الله. عايز السرعة فرق سيارات على فرق سيارات أو تان سيتا. إيه ده؟ دي في زوايا. زاوية البي ب30، زاوية الايه الزاوية دي كلها يا صاحبي، الزاوية دي كلها يا صاحبي اللي هي 30 و15، يبقى سرعة الايه هي تان. زاوية الايه بكام دلوقتي؟ 15 و30 يعني 45 على تان زاوية البي بكام؟ ب30. يبقى طلع آلتي الحلوة واكتب. هتتحرك ولا مش هتتحرك انت؟ مش عايزة حلف يمين عظيم ابدا. حطها فين عشان تثبت؟ خليها هنا. فانا اقول له كده والله تان ايه اتحركت، مش عايز تكتبي ليه؟ اهو صف كتب عليك. ايوه كده. تان 45 على تان 30 تساوي جذر 3. يبقى الإجابة عندي بكام؟ بجذر كام؟ بجذر 3. السؤال اللي بعده. بيقول ايه في السؤال؟ الرسم المقابل يبين حركة جسم يتحرك بسرعة وانا مغمض. ازاحة وزمن بتكلم على سرعة خط مستقيم، سرعة منتظمة بادئة من الصفر، يبقى اتجاهها موجب. طب انا عايز احسب السرعة، اقول له ازاحة على زمن. عايز تحسب السرعة يا صاحبي تقول له ايه؟ ازاحة، انا مشيت 60، الزمن ب6، 60 على 6 فيها 10، يبقى سرعة منتظمة ومقدارها 10. سرعة منتظمة يا ابني، منتظمة اهو، ومقدارها كام؟ ومقدارها 10.
السؤال اللي بعده. يبين الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الإزاحة والزمن لسيارة تتحرك في خط مستقيم. أي العبارات التالية تصف جزء من حركة سيارة بصورة صحيحة؟ تعال نوصفها. ايه ده وايه ده؟ ايه ده وايه ده؟ ده سرعة وزمن، يبقى دايما علاقات ايه؟ سرعة. انا ماشي من A ل B اذا السرعة عندي سرعة منتظمة، سرعة منتظمة. من B ل C جسم ساكن. من C ل D سرعة منتظمة بس اتجاهها سالب. من D ل E سرعة منتظمة بس اتجاهها سالب. فسؤال، هل يتحرك بعجلة منتظمة؟ لا، استبعد دلوقتي العجلة دي خالص وتعالى نمسك، خلينا في السرعة. بقول لك ايه؟ هل توقف الجسم خلال الفترة من دي إلى إيه؟ من دي إلى إيه؟ هل الجسم توقف هنا؟ لا، هو هنا الجسم هنا جسم ساكن في الحتة دي بس اللي هي من بي لسي. فسؤالي، أكبر سرعة يتحرك بها السيارة خلال فترة زمنية اي بي. بص يا صاحبي، عشان تبص على السرعة بص على الزاوية دي. الزاوية دي كبيرة، اهو شايفها كده؟ اهدى استهدى بالله اهو. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز اكبر لك الرسمة عشان تشوف. من A إلى B، من A إلى B، لو انت جيت تبص على الزاوية بتاعت الايه هتلاقيها زاوية كبيرة. لو جيت تبص على الزوايا اللي هنا، الزوايا اللي هنا لا. انت سيادتك لو انت مغمض، تعالى ناخدها كده على جنب ونشرحها لك كده بالتفصيل واحدة واحدة. بص يا صاحبي، انا مشيت اهو، مديهاني فترات بالشكل ده. من A إلى B أنا هنا ماشي بسرعة منتظمة. كلمة سرعة منتظمة يبقى عجلت بصفر. ومن B إلى E هنا الجسم جسم ساكن، وهنا سرعة منتظمة بس تناقصية. أنا لما جيت أسألك على السؤال هنا، أنا بسألك مين فيهم أكبر أو مين فيهم دول صح. بما إني ماشي بسرعة منتظمة إذا عجلت بصفر. هل يتحرك بعجلة منتظمة؟ طبعا لا، طبعا لا. هل يتوقف في الفترة من B إلى C؟ من B من E من D إلى E؟ طبعا لا. أنا سرعتي أكبر في الفترة AB. ليه؟ عشان هي أكبر زاوية. السؤال اللي بعده. قام طفل بإلقاء حجر في نهر، فإن مقدار السرعة الحجر عند ملامسته سطح الماء في اللحظة اللي هو لمس فيها سطح المية، هل هي سرعة منتظمة متغيرة لحظية؟ أنا بسألك عند ملامسته سطح الماء، يبقى أنا بسألك عند لحظة معينة. يبقى لما أسألك عند لحظة معينة يبقى أنا بتكلم على سرعة إيه؟ لحظية. السؤال اللي بعده. يمثل الشكل البياني حال الجسم ماله بيتحرك خلال 35 ثانية. احسب المسافة الكلية. يا باشا فرق وانت بتحل. هنا مسافة وهنا زمن. تانية ثانوي، هنا مسافة وهنا زمن، وبيسألك على المسافة الكلية. فانت راجل محترم بتقول له انا مشيت 20 متر اهو، بعد كده وقفت، بعد كده رجعت ل 20 متر، يبقى انا مشيت كله كام؟ مشيت كله 40. اما لو في الامتحان بدل كلمة مسافة دي في سرعة وطلب منك الازاحة، فانت بتقول له المساحة اسفل المنحنى. هنا مش مساحة اسفل المنحنى، هنا في مسافة، في زمن. فانت هو المسافة، انا ماشي كده، انا ماشي من هنا لهنا، انا ماشي كده، انا مشيت 20 متر،
ووقفت ورجعت 20 متر، يبقى انا مشيت كله كام؟ مشيت كله 40. بقول لك ايه في السؤال؟ اذا تحرك جسمي في مسار منحنى كما بالشكل، فان النسبة بين السرعة القياسية يعني سرعة عددية والسرعة العددية يعني مسافة، والمتجهة، المتجهة يعني ازاحة، وانا ماشي في خط منحني، اذا المسافة دائما اكبر من الازاحة، يبقى النسبة تديك اكبر من الواحد الصحيح. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل تكون الفترة الزمنية يكون فيها اتجاه السرعة سالب. احنا متفقين مع بعض على حاجة صغيرة، ده إزاحة وزمن، بتكلم على سرعة، خط مستقيم سرعة منتظمة، بدأ من الصفر يبقى اتجاهها موجب، يبقى لحد هنا الاتجاه بتاعي موجب. الجسم بدأ يرجع يبقى الاتجاه بتاعه سالب. بعد كده توقف عن الحركة. أنا بسأل على الفترة اللي فيها السرعة اتجاهها سالب. اتجاهها سالب لما ببدأ أرجع لموضع الاتزان أو موضع السكون أو النقطة المرجعية. وأنا راجع يا شباب اتجاه السرعة سالب، يبقى مين هنا اتجاه السرعة سالب؟ هقول له من تي 1 إلى تي 2. السؤال اللي بعده، أخويا بقول لك إيه؟ يمثل الشكل المقابل حركة الجسم في خط مستقيم خلال 6 ثواني. يمثل ميل الخط المستقيم المتقطع اي بي مقدار. تعال بص كده اخويا. نعم، ده كده العلاقة دي كلها كده هي سرعة متغيرة. الخط اللي متنقط ده دايما ميله يديك سرعة متوسطة، والخط المنحني ده ميله يديك سرعة لحظية. يديك سرعة ايه؟ لحظية. فانت راجل محترم جاي بسألك سؤال، هل ميل الخط اللي متنقط ده هل هو اكبر من المتوسطة؟ هو اصلا بتاع متوسطة. هل هو اقل من المتوسطة؟ يا عم انا بقول لك الميل ده بيساوي السرعة المتوسطة، يعني ولا ينفع يكون اكبر ولا ينفع يكون اقل. طب هل هو اقل من اللحظية عند الثانية 6 ولا يساوي اللحظية عند الثانية 6؟ صلوا على رسول الله. امتى السرعة اللحظية تساوي السرعة المتوسطة؟ السرعة اللحظية تساوي المتوسطة لو انا بتحرك بسرعة منتظمة. تاني، السرعة المتوسطة تساوي السرعة اللحظية لو انا بتحرك بسرعة ايه؟ بسرعة منتظمة. يبقى لو انا ماشي بسرعة منتظمة في الحالة دي السرعة اللحظية تساوي السرعة المتوسطة. طب انا هنا بمشي بسرعة منتظمة ولا سرعة متغيرة؟ سرعة متغيرة. يبقى ما ينفعش السرعة اللحظية تساوي السرعة المتوسطة. طب هنا السرعة المتوسطة أقل من السرعة اللحظية عند الزمن 6 ثواني. قال لي ليه بقى؟ هنا السرعة اللحظية بص أنا ماشي مسافة أكبر، بينما السرعة المتوسطة هي الإزاحة. فالسرعة اللحظية عند نفس الفترة الزمنية هتكون أكبر من السرعة المتوسطة، أو السرعة المتوسطة أقل من السرعة مين؟ اللحظية. يبقى الإجابة عندك هتبقى مين؟ هتبقى الإجابة إيه؟ السؤال اللي بعده بقول لك إيه؟ يمثل الشكل المقابل البياني حال الجسم خلال 8 ثواني. أي العبارات صحيحة؟ هنا إزاحة وهناك زمن. ما تيجي نحسب سرعة. V سرعتي من A إلى B. من A إلى B أنا مشيت كم متر؟ 4.
خدتهم في كام ثانية؟ في ثانيتين. 4 على الاتنين فيها الاتنين. طب يا باشا من بي إلى سي، ده أنا جسمي ساكن ما اتحركتش، عشان هنا كلمة إزاحة، الإزاحة ما اتغيرتش، يبقى سرعتي هنا بصفر. طب أنا عايز أحسب سرعتي من سي إلى دي. من سي إلى دي تعال نبص كده. أنا رجعت كام متر؟ أنا رجعت برضك 4. خدتهم في كام ثانية؟ من الثانية 7 للثانية 8، يبقى خدتهم في ثانية. يبقى أقول له 4 على الواحد فيها ال4. مين أكبر سرعة؟ الأكبر سرعة من سي إلى دي. فسؤالي بيقول لي هل سرعة الجسم في المرحلة AB أكبر من سرعتي في المرحلة CD؟ هل السرعة دي أكبر من دي؟ طبعا لا. اثبت يوم. هل سرعتي في AB أقل من سرعتي في الفترة CD؟ صح. هل سرعة AB تساوي؟ طبعا لا. هل سرعة الجسم في المرحلة من B إلى C أكبر؟ يا عم ده جسم ساكن أصلا. يبقى الإجابة عندك مين؟ ب. تعال نبص على السؤال ده. بقول لك ايه في السؤال؟ جسم جرت سيارة في مضمار سباق مستقيم يوضح الشكل البياني التغير في سرعتها مع مرور الزمن. ماشي. بعد 25 ثانية كانت السيارة قد قطعت مسافة 200 متر. أي البيانات الآتية صحيح عند الثانية 25؟ بص يا صاحبي، أنا عايز السرعة اللحظية. أنا الثانية 25 أهي. في اللحظة دي سرعتي كانت بكام؟ ب10. يبقى السرعة اللحظية ب10، يعني لا ده لا ده. ما أنا بسعى على سرعة لحظية. في اللحظة دي كانت سرعتي ب10، ما المحور ده محور سرعة. بعد كده جيت سألتك سؤال تاني اللي هو ايه؟ عايز احسب السرعة المتوسطة. فانت بتقول لي السرعة المتوسطة ازاحة كلية على زمن كلي. باشا نعم، الازاحة الكلية تتحسب ازاي؟ على الهادي واحدة واحدة. لو عندك المحور ده سرعة والمحور ده زمن وانت مغمض، هي المساحة اسفل المنحنى. تاني، لو انا عندي محور سرعة ومحور زمن فاقول له المساحة اسفل مين؟ اسفل المنحنى. عند الثانية 25 هنا عايز اجيب الازاحة. تعال نبص الازاحة نجيبها ازاي. هقسم المنحنى اهو المنحنى بتاعه اهو، ده المنحنى بتاعه اهو. انا عايز اجيب الحتة اللي تحته دي، فانا والله انا هعمل حاجة صغيرة. هقسم الشكل عندي الى مثلث ومستطيل. هجيب مساحة المثلث لوحده واجيب مساحة المستطيل لوحده وبعد كده اجمعهم. مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. فين؟ سادة بالله. بص يا بناتي، بص يا شباب، أدا المنحنى بتاعي عند الثانية 25. فأنا بسأل سؤال. إيه هو السؤال؟ أنا عايز أجيب السرعة المتوسطة. فأنت قلت لي إزاحة. يا صاحبي طول ما في هنا زمن، طول ما في هنا سرعة، يبقى وأنا مغمض هقول له الإزاحة هي المساحة أسفل المنحنى. طب المساحة أسفل المنحنى تتحسب إزاي؟ هقول له والله تشوف المنحنى بتاعه اهو، وابدا ابص لقيت تحت المنحنى اهو. بص كده معايا عند الثانيه 25
عند الثانية 25 ايه اللي حصل؟ في اللحظة دي ادي المنحنى بتاعي، انا عايز اجيب المساحة اللي تحته، فانا هقسم الشكل اهو الى مثلث ومستطيل. هجيب المثلث لوحده والمستطيل لوحده. اجيب المثلث ازاي؟ نص القاعدة في الارتفاع. نص القاعدة، قاعدتي من 0 ل10، نصها كام؟ نصها 5، يبقى نص القاعدة ب5 في الارتفاع لحد 10، يبقى 5 في 10 بكام؟ ب50. يبقى المثلث ده مساحته ب50. تعالى نجيب مساحة المربع أو المستطيل عندي من أول هنا لحد هنا اللي أنا مظلله بالأحمر ده، من 10 لحد 25، يبقى الضلع ده طوله بكام؟ ب15، والارتفاع ده بكام؟ ب10. يبقى هقول له 10 في 15 ب150. يبقى الازاحه كلها 50 و150 كام؟ 200. يبقى لو انا عايز اجيب السرعه المتوسطه هقول له ازاحه على زمن. الازاحه عندي والله ب200 والزمن عندي بكام؟ الزمن عندي ب25. 200 على 25 اهو فات 8 على ما اعتقد. 200 على 25 تساوي 8. يبقى السرعة المتوسطة بكام؟ ب8. يبقى الإجابة عندك هي دي. يمثل الشكل البياني تغير موضع عدائين تحرك في مضمار مستقيم في نفس الاتجاه مع الزمن في لحظة التي يتجاوز فيها العداء B مع العداء A. سؤالي خد يوه. تعال نشوف العداء A مشي كام متر. العداء A مشي من أول هنا لحد هنا، يبقى مشي من 0 لحد 200، مشي 200 متر. تابعوا العداء B. العداء B بص بادئ من هنا مشي 50، ما تقوليش بالسالب، مفيش ازاحه بالسالب، ده اتجاه. مشي 50 وبعد كده مشي 200، يبقى مشي كله 250. خلي بالك ان هما الاثنين هيوصلوا في نفس الزمن، بس في اللحظه دي بما ان دي مسافته اكبر يبقى دي سرعته اكبر عشان الزمن متساوي، وده سرعته اقل. فسؤال، كانت ازاحه وسرعه العداء B، الازاحه ب200 والسرعه بتاعت العداء B، هل هما مساويين للايه؟ لا طبعا، هما اكبر. هل كانت سرعه ازاحه وسرعه العداء B اكبر من ازاحه وسرعه العداء A؟ طبعا. ما انت عندك هنا العداء B مشي 50 و200، يعني مشي 250، بينما العداء A مشي 200 بس، والاثنين في نفس الزمن. بما ان الزمن متساوي يبقى اللي ازاحته اكبر وسرعته اكبر، يبقى مين؟ يبقى الاجابه عندك ايه؟ ب. بقول لك ايه؟ يبين الشكل واحد التغير في موضع جسمين متحركين اكس تم رصده كل فترة زمنية تساوي 2 ثانية بينهما. يمثل الشكل 2 منحنى الازاحة. واحدة واحدة. يبين الشكل واحد التغير في موضع جسم متحرك اس اكس تم رصد كل فترة زمنية ب2 ثانية. يعني كل حتة من دول كده ب2 ثانية، ب2 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 ثانية. بينما الشكل 2 يمثل منحنى ازاحة وزمن لجسم واي. اي العبارات تصف صحيح. طب تعالى نجيب سرعة اكس كده. هو مشيت هنا 2 و2 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 2 4 6 8 10، يبقى الزمن ب10، وهنا المسافة ب10، يبقى 10 على 10 فيها الواحد، يبقى سرعتي هنا ب1. تعال نشوف الجسم واي. الجسم واي مشي 12 متر، خدهم في 3، يبقى سرعة واي 12 على 3 فيها ال4. يبقى هنا سرعة اكس
ربع سرعة واي. سرعة اكس ربع سرعة مين؟ سرعة واي. يبقى الإجابة ده. بقول لك ايه؟ قذفت كرة رأسية إلى أعلى منحنى. المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة والزمن. فسؤال، أنا عايز المسافة الكلية. سهلة، أنا طلعت دي ونزلت دي، يبقى أنا مشيت كله كام دي؟ 2. طب أنا رحت ورجعت، يبقى الإزاحة بصفر، يبقى السرعة المتجهة بصفر. يبقى المسافة اللي أنا مشيتها دي 2 دي، ما أنا رحت دي ورجعت دي، يبقى أنا مشيت كله 2. بينما السرعة المتجهة بصفر. ليه؟ عشان أنا رحت ورجعت، فإزاحتي تبقى بكام؟ تبقى بصفر. أنت أقوى من أي حاجة. بعد كده نخش على مسائل العجلة في محاضرة تانية أو في فيديو تاني إن شاء الله. أستودعكم الله، وحاول إن أنت كده تراجع على المسائل ديت وتفكر فيها تاني، وإن شاء الله الدنيا هتبقى بسيطة وسهلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.